لو انت في اول 3 شهور من الحمل، فانا عايزك تركزي دلوقتي وتاخدي بالك كويس معايا في الاكل اللي هقولك عليه، علشان الفترة دي اهم حاجة فيها هي تكوين اعضاء الجنين. يعني لو هتدخلي اكل مناسب وصحي لجسمك هتطلعي طفل بصحة كويسة ومفيش اي مشاكل فيه ولا فيه اي تشوهات. واول حاجة معانا هنركز عليها وهي حمض الفوليك، زي السبانخ، العدس والبروكلي. ده مهم جدا لتكوين الجهاز العصبي للجنين. تاني حاجة هتركز عليها هي البروتين، بس يكون خفيف، زي البيض المستوي كويس والزبادي والفول، علشان ده بيساعد على نمو الجنين. ولو في غثيان هنقسم الوجبات الكبيرة لوجبات صغيرة وخفيفة. يعني بدل ما تاكل 3 وجبات في اليوم، فطار غدا عشاء، لا، هناكل على 5 مرات او 6 مرات، بس تكون وجبات صغيرة. يعني مثلا بسكويت سادة في الصبح بدري، بعده بساعتين ناكل مثلا فاكهة، موز او تفاح، وعلى الغداء ناكل مثلا حاجة خفيفة، رز وشوية خضار، وبعد الغداء بساعتين مثلا ناكل مثلا نجيب زبادي او اي شوية كده مكسرات. وطبعا اياك تنسي انك تشربي مية كتير كتير كتير، علشان في ناس بتستجل بشرب المية او مش بتركز فيها، بس هي مهمة خالص خالص خالص. وبعيدي خالص عن اي اكل ني زي اللحمه والسوشي والاسماك النيه، تبعد عنها تماما. وكمان حاولي تتاكدي ان اي اكل انت بتعمليه يكون يستوى كويس، وتتاكدي انه مفيش اي جزء منه او اي حاجه فيه بتكون نية، علشان بيكون في بكتيريا بتعمل عدوى واحتمال كبير انها تضر الطفل. كمان هتبعدي عن الالبان الغير مبسترة زي اللبن البلدي المش مغلي او الجبنة القديمة. وطبعا هتبعد عن اي اكل معمول في محلات مش مضمونة او اي مطاعم عندكم ذرة شك انها مش بتهتم بالنظافة او الاكل او نوعية الاكل اللي بتستخدمه. هنحاول نبعد عنه على قد ما نقدر علشان نتجنب اي ضرر للجنين. وبس كده، دي معلومات سريعة وخفيفة علشان تحمي نفسك وطفلك في البداية. ولو محتاجة تعرفي تفاصيل اكتر عن الحمل من اول شهر لحد ما بعد الولادة بكل الاكل والتغذية وازاي نتجنب الامراض اللي ممكن تصيبك وقت الحمل، تابعينا على قناة الممرض المصري على اليوتيوب. هنزل سلسلة خاصة بالحمل فيها كل التفاصيل عن الحمل من البداية للنهاية. وطبعا ما ننساش المتابعة هنا على التيك توك. وبس كده، سلام.